بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. تأتي هذه المبادرة لإنشاء هذا الائتلاف العالمي لنصرة قضايا القدس وفلسطين في غياب، لا أقول فقط في غياب، بل في بعض الأحيان في دعم مباشر أو غير مباشر لهذه الأنظمة والحكومات العربية للكيان الصهيوني، خاصة في الفترات الأخيرة، حيث أصبح يرى هذه الهمجة الشرسة التي يقوم بها الكيان الصهيوني على مقدسات الأمة. فكانت دعوات مختلفة من مجموعة الفعاليات على مستوى العالم الإسلامي تهتم بالقدس وفلسطين لإنشاء ائتلاف عالمي يكون محور اجتماعاته ومحور عمله هو كيفية الدفاع عن هذه المقدسات وللوصول إن شاء الله إلى تحريرهما وما ذلك الله بعزيز. فإذا تأتي هذه الدورة السادسة في هذا الأمر، فسبق هذه الدورات دورات أخرى كانت دائما تعرف حضورا مميزا لمختلف دول العالم الإسلامي، وكانت هذه الدورات تقريبا بحضور أزيد من 37 دولة، مشاركة أزيد من 37 دولة. كان من ضمن هذه المشاركات الوفد الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، ضم مجموعة من الفاعلين في الهيئة ومن القيادات سواء على مستوى المكتب المركزي أو على مستوى بعض القيادات الأخرى. تميز المشاركون بمشاركة في جميع التخصصات التي كانت معروضة على مستوى أو في جميع برنامج الائتلاف في جميع محطاته، سواء كانت محاضرات أو تجارب أو لقاءات تخصصية. كما يعرف الجميع أن في ظل السكوت بل أكثر من هذا وتواطؤ هذه الأنظمة الحاكمة مع الكيان الصهيوني، فيبقى دور الشعوب دور أكيد والوحيد المعول عليه بعد الله عز وجل. فلا يمكن أن نتكلم على تحرير الأقصى إلا بتحرير الأوطان العربية، ولا يمكن أن نحرر الأوطان العربية إلا بتحرير الأنفس وتحرير وتعلقها بالأقصى والمقدسات. فيأتي دور هذا الائتلاف في إحياء الهم الأمة وإحياء هذه المعاني في قلوب الشعوب العربية. طبيعة الحال يأتي معه كذلك وهو تنظيم مجموعة من الأشكال المناهضة لهذه الكيان الصهيوني، من خلال المسيرات، من خلال ندوات، من خلال متابعات حتى قضائية في بعض الأحيان. فيأتي الائتلاف في هذا الأساس هو أنه محاولة من الشعوب العربية والإسلامية لمناهضة الاستيطان ومناهضة الكيان الصهيوني، خاصة مع الحملة التي يعرفها الجميع، الحملة الشرسة التي أخذت مؤخرا صيغة شرسة. خاصة اليوم نذكر أن هناك منع للمصلين، ولم يقع هذا الأمر منذ 1967، بالإضافة إلى وجود البارحة عمدة إسرائيل داخل الأقصى الشريف، بالإضافة إلى الآن يظهر على الجلي لجميع تواطؤ الأنظمة العربية وخاصة النظام الانقلابي المصري في تجريفه لقطاع المحاور وهي ورقة للضغط على المقاومة الإسلامية. فبالتالي هناك الآن تميز بين الشعوب التواقة للحرية والتواقة لتحرير فلسطين والأقصى وبين الأنظمة المتخاذلة التي المتصهينة بين قوسين. فبالتالي يأتي هذا الائتلاف لإحياء هذه المعاني، تحرير القدس والأقصى في جميع الشعوب العربية والإسلامية. كان في إطار هذه الهجمة الشرسة التي يقوم بها الكيان الصهيوني على مقدسات الأمة، فهناك دعوة من الهيئة لجميع الفاعلين والمهتمين بقضايا الأمة لتوحيد الجهود ومناقشة الأشكال التي يمكن أن نواجه بها كهيئات فاعلة في المجتمع المدني هذه الغطرسة الصهيونية في ظل هذا التواطؤ. الآن لم نعد لا نقول صمود، لا نقول صمت الأنظمة، بل نقول تواطؤ الأنظمة. فإذا كانت هذه الأنظمة لا يحركها ما يقع الآن في الأقصى، لا يحركها الاستيطان الذي أصبح معلنا بشكل كبير جدا، لا يحركها الهجمات المتتالية على الأقصى فمتى تتحرك هذه الأنظمة التي تدعي أنها إسلامية والتي تدعي أنها تدافع عن الأمة وعن مقدسات الأمة؟ فقد تأتي دعوة الهيئة في هذا الإطار لدعوة الجميع حتى لا يكون تحركا فرديا، ونحن نعتقد جميعا أن العمل المجتمعي لابد أن يكون عمل تشاركي. وبهذه المناسبة نعيد الدعوة مرة أخرى لجميع الفاعلين لتوحيد الرؤى وتوحيد المبادرات حتى نتمكن إن شاء الله من الضغط على المجتمع الدولي لمحاولة توقيف ما يقوم به الكيان الصهيوني في هذا الصدد.